بما إني أنا من عشاق العرقسوس، ويعني من أكتر المشروبات اللي باحب أشربها في رمضان، هاقول لكم على طريقته ناجحة جدًا مليون في المِيّة من أول مرّة. هنجيب ربع كيلو من العرقسوس، وهنحط عليه معلقة كبيرة من السكر، ونُص معلقة من الكربوناتو، وهنحضّر جنبنا كوباية من المَيّة، وزن الكوباية دي 200 مِلِّي، وهنبدأ بقى كده نقلّب الحاجات الجافة مع بعض، السكر والكربوناتو، وبعد كده ننزل بالمَيّة كده زي ما أنا بارُشّها بإيديّا، وهابدأ أدعك العرقسوس كويس جدًا، جدًا، ما تضافش عليه أي حاجة تانية. أهم حاجة هاقول لكم دلوقتي علشان بقى يخمر كده ويبقى ريحته وطعمه حلو جدًا، هاقول لكم تعملوا إيه. خلّصت كوباية المَيّة كلّها بالتدريج كده مع الفرق، أخد منّي حوالي ربع ساعة كده ودعك كده ممكن بين إيديكم الاتنين. جِبت صاج كبير أو صينية كبيرة، وهافضّي بقى فيها العرقسوس اللي أنا عملته ده، وبعد كده هابدأ أوزّعه بالشكل ده، هاخلّيه طبقة رقيقة جدًا. عندكم بقى اختيارين، يا إمّا تحطوه في فرن سخن يعني يكون مطفي لمدة مثلًا ساعتين 3 ساعات كده مع التقليب، يا إما هتحطوه كده في البلكونة في الشمس بس يكون مكان نضيف بعيد عن الحشرات، وتسيبوه برضه نفس المدة لحد ما ينشف معاكم تمامًا. وفي كلتا الحالتين لازم طبعًا إن إحنا نقلّبه سواء كان في الفرن أو أنتم حاطينه في الشمس. بعد بقى 3 ساعات بُصّوا شكله نشف خالص، اللون كمان اتغيّر. هنبدأ بقى دلوقتي نحطه في أكياس على حسب الاستعمال بتاعنا، يعني مثلًا زي ما بتحبوا بقى. أنا عملت الأكياس دي هنستعمل منه دلوقتي وهاوريكم اللون، وطبعًا مش قادرة أوصف لكم بقى طعمه وريحته عاملين إزاي. أخدت بقى دي أسهل طريقة بدل بقى ما نجيب قماشة ونحطها في الشفشق والكلام ده، لأ هنجيب كيس ونحط فيه الكمية المطلوبة، يعني حوالي مثلًا كوباية صغيرة، وعلى الشفشق دوّة كده بيعمل مثلًا لتر ونُص أو لتر يعني. وهنحط الكيس كده بعد ما خرّمته كويس بدبوس نضيف، وهاحطه في الشفشق وأسيبه بقى كده يعني إيه، يطلع بقى كده مع نفسه وياخد وقته يعني براحته. هناخد بقى كده شوية من الشفشق وضربتهم في الخلاط بس علشان الرغوة دي، ممكن يعني عادي الرغوة دي مش مشكلة، لإن أنتم لمّا تيجوا تصبوه من فوق خالص كده، هو كده بيعمل الرغوة، وبيعمل بقى إيه، الشكل الجميل اللي إحنا هنشوفه دلوقتي، وكمان الطعم الجامد جدًا. إن شاء الله لمّا تجربوه أكيد هيعجبكم. كل سنة وأنتم طيبين.